السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي. اليوم قررت أنني نتقاسم معكم واحد الطبق، ولكن قبل ما نبدأ نبغي نشكر الناس اللي يتابعوني في القناة دائما، ومرحبا بالناس اللي كيشوفوا قناتي لأول مرة صابرين كوكين. نتمنى أنهم يديروا لايك ويتابوناو عندي. اليوم قررت أنني نتقاسم معكم بما أنه البرد، والصراحة هاد الوصفة اللي هي غنية عن تعريف كيحماقوا عليها، خصوصا في هذا البرد، وغنيه بالحديد وغنيه بشحال من فيتامين اللي هي البقوله. نتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجاب ديالكم، تبعوه حتى الاخر. بالنسبه لاول حاجه غنوريكم كيفاش انكم غادي تنقيوها. الصراحه كنعتذر منكم لانه شاده التليفون بايد وكندير بايد ما هنيتش. بالنسبه للبقوله غالبا كتجيبوها بحال هكا، ضروري ما نحيدوا ليها هادوك الوريقات اللي كيكونوا، ولا هادوك العصيان اللي كتشوفوا كيف ما كتشوفوا غادي نحيدهم. علاش؟ لانهم كيكونوا قاصحين وفي الطياب كيجيو مغرزين. انا غنوريكم علاش. اذا هنا هاد الصغيورين ما كنرميوهمش، كنحتفظوا بهم بطبيعه الحال. ها نتوما حتى هاد الصغيورين كنخليوهم صافي، وكنحيدوا هذيك القصبه الطويله، ما نحتفظوش بها. شوف هنا هذيك النقطه البيضاء يعني راها كبيره، يعني خاصني نحيدها. هذيك هي اللي تتخلي واخا طيبيها كتبقى تغرز. حتى بالنسبه لهذا هانتوما الا شفتوه معايا، دونك ضروري دوك اللي كيكونوا قاصحين نحيدهم، ونخلي غير دوك الوليدات الفتيين هكا باش ملي تاكلوها ما كتبقاش، حتى ملي تطيبوها كتجي زوينه. بالنسبه للوراق اللي كيكونوا هكا كايلهم ديك السيبانه ولا موسخين ولا كيبان لكم فيهم شي نقاط كحلين، يقدروا يكونوا بيض ديال شي حاجه، ولا حيدوهم. ملي تساليوها تنقيوها كامله، حاولوا ترقدوا داك الورق كامل في الماء واحد نص ساعه تقريبا. كتعرفوا كيكون شحال من حاجه. نحاولوا اننا نغسلوها بحال هكا مزيان، ولكن نحيدوا التراب، نحيدوا لا كان شي بيض ديال شي حشرات ولا شي حاجه. صافي ملي كنغسلوها كنديروها في واحد الشبيكه تتسقطر، عاد ندوزو باش نقطعوها. هانتوما كيف ما شفتوا راني قطعتها. ما صورش لكم تقطع، راه كلشي عارف بطبيعه الحال تقطع. ها هي كيف ما شفتوا معايا القدامين دوك العصيان كنحاولوا نرقوهم، ودوك الوريقات راه ماشي مشكل، راه ملي كطيب كتسلط يعني ما كتبقاش هكاك واقفه. صافي غندوزو باش اننا نطيبوها. بالنسبه لي انا ما كنبخرهاش وما كنسلقهاش، كنديرها في الكوكوط، كندير عليها البوت ديال الثومه هكاك والوليدات ديال الثومه بجليفاتهم، وواحد القبيصه ديال الملح. دائما نردوا البال الملح لانكم غادي ديروا الحامض مصير والحامض الاخر، يعني باش ما تملاح ليكمش. صافي وهذا هو الكاس يعني ديال المناضه غندير تقريبا ما كاملش النص، ورخا في البوطه تطيب على خاطرها. هي هذه تاع التسقى دابا راه كتكون فتيه دغيا كطيب، يعني ما غتاخذش منك حتى ربع ساعه. صافي كندير هذاك ربع الكاس تاع الماء وكنسد عليها وكنخليها على مهل تطيب. بالنسبه لهاد البوات ديال الثومه راه ملي غادي يطيبوا غادي ناخذ هذاك الوسطاني وغادي نحيد هذيك الجليفه. صافي نخليها طيب بحال هكا. ها هي بعد ما طابت تقريبا ما كاملاش ربع ساعه على المهل ولا ثلث ساعه. غادي نهز هذوك البيتات. الا لقيتو باقي فيها الماء قبل ما تزيدوا العطريه خليوها تشرب هذاك الماء. شوف انا هنا راني لقيت فيها باقي فيها واحد شويه الماء، كان يبان لكم مع البخار راه شفتوه. هذاك غنخليه البوطه شاعله عليها مجهده تيتبخر تيحيد. وملي تكونوا تضيفوا العطريه ما تبقوش تحركوا. هنا راني درت هذيك الثومه خديتها بحال معستها وخديتها. هنا عندي اللب ديال واحد حامضه مصيره، معلقه ونص تحميره، معلقه كبيره كمون، ومعلقه صغيره ديال السودانيه. هنا عندي داك الحامض بحال هكا، وعندي حامضه معصره، والسودانيه هكا حمراء للتزيين، يعني فليفلات حمرين، الزيت البلديه بطبيعه الحال. اذا كنضيفوا هذيك الحامضه معصره بعد ما شربات مزيان. ما نبقاوش نحركو بزاف. هنا راني ضفت هذاك الشيء كامل، يعني السودانيه والكمون والتحميره واللب ديال الحامض مصير. صافي غنحرك وغنزيد الزيت بطبيعه الحال. هي راكم عارفين كتحتاج الزيت. واحد المكون راني ما ذكرتوش راه هو الزيتون، زيتون حمر. انا عندي غير ديال الدار، غندير الدار. هنا راه تقريبا واحد الكاس صغير ديال الزيتون، الزيت كاس ديال اتاي.
صافي غنبقى نحركها هكا تدخل هذيك العناصر ونخليها تشرب مره مره ونحركها شويه. صافي بعد ما كتدخل فيها هذيك العناصر وكتاخذ المذاق وتحسوا بها انسجمت، كتزيدوا الزويتينات اللي عندكم. انا هنا راه عندي الزيتون تاع الدار كيف ما كتشوفوا، غادي نضيفو. صافي غير يدخل فيه حتى هو، وهذاك القشور ديال الحامض مصير. صافي كنطفيو على البوطه، وها هي البقوله ديالتنا. صدقوني والله الا الريحه طالعه غزاله وزوينه وكتجي لذيذه بهذه الطريقه. واللي بغى يزيد فيها القزبر ولا المعدنوس ولا السلق ولا لي زبينه ولا اي عشبه اللي كياكلها هو راه يزيدها. انا هذه هي طريقتي في البقوله، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. نتمنى انكم تجربوها صراحه، كطيب كتجي غزاله بنينه، وهذيك هي العطريه ديالها. واللي زيت العود انا راه هذاك هو القياس، كندير تقريبا هنا راه واحد 4 القبيطات بعد ما نقيتهم. مشاهده طيبه، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم.